أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كل واحد هيقعد يصرخ كل يوم. المطلوب من الحكومه فورا ايه علشان تزق الاقتصاد المصري، تدفع الاقتصاد المصري فيسكال ستيمولس لازم اولا احنا في كل العقود اللي مع الحكومه ومع شركات الحكومه، عقود المقاولات والخدمات لازم تسدد ثمنها عشان الحركه تستمر، لان الناس دلوقتي خايفه تاخد قرارات في الاجهزه الحكوميه، القطاع الخاص واقف. كل العقود الجديده للانشاء والطرق والكباري والبنيه التحتيه لازم تتنفذ عشان تعمل حركه اقتصاديه. طب هتسدد منين يا استاذ سارق؟ ما انت مضطره بقى ان انت تقترضي شويه، يعني انت واخده بقى دلوقتي الدول المانحه بتمنحك خدي الفلوس دي عشان تحركي الاقتصاد، مش تاخديها تعملي مرتبات وتعملي تضخم. لو خدناها وصرفناها في المرتبات هتزود الاسعار والانتاج ما زادش. لكن لما ناخدها نحطها في مشروعات بنيه تحتيه وطرق وكباري ونقل وصحه وتعليم ونطور، ساعتها بتتحرك. عشان نتحرك انا رايي بصراحه بالنسبه الهيكل الاداري للدوله مختلف عن الوضع الحالي. انا رايي انه دايما كنا بنفكر في الوزاره. انا رايي الجهاز التنفيذي في الدوله مش الوزاره. الوزاره هو وزير السياسات. لكن الجهاز التنفيذي في الدوله هو المحافظين والاجهزه اللي معاهم. اولا لازم يحصل فيها اصلاح كبير. ثانيا لازم انتقاء المحافظين يبقى بناء على الكفاءه. ما يجيبش ضابط بوليس ولا ضابط شرطه مش ضابط قصدي جيش واديله نمره 3 صلاحيات في محافظته. يعني مثلا انا كنت بتكلم مع السيد محافظ الغربيه امبارح، فبيقول لي ان فرنسا مثلا، انا بقول له على الفكره دي، قال لي فرنسا بيدوا 50% من ايرادات المحافظه السياديه او 30% بتروح للمحافظ، وان يبقى عنده قدره انه ينفذ شيء. لكن المحافظه كل محافظه لها بادجت موازنه في السنه 90 مليون تعمل ايه؟ لكن لما اديله الايرادات بتاعته السياديه، اديله حق ان هو يحدد الارض بتاعته وتخصيصها
مش اخليها في وزاره الاسكان. اخلي له الحق ان هو يشوف نظام التعليم عنده في المحافظه، اصل احنا بلد كبرت. اديله صلاحيات حقيقيه عشان ياخد قرار، ما يبقاش فيه جهاز فوق دماغه بيقول له انت عملت دي ليه وعملت دي ليه وعملت دي ليه. في 18 شهر مصر هتنطلق، لان كل محافظ هيشتغل وبالتالي هشتغل على اجنده محدده انا يعني يمكن اكون ببساطه زياده عن اللزوم، بس نبتدي يعني ده. طيب بيقال ان البنوك في الفتره الحاليه يعني دورها محصورة على انها تشتري سندات واذون خزانة، يعني تشتري الورق بتاع الدولة وتدي الدولة فلوس، وخايفة تماما ان هي تخش بقوة في منح الاموال للمشروعات المتوسطة والصغيرة وغيره. وبعض كبار المستثمرين وجهوا اصابع الاتهام للبنوك القطاع العام بالذات، البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، وقال لك دي اكتر بنوك ما بتشتغلش وتدعي انها بتشتغل. رايك ايه؟ لا ما هو بص، هو الكلام ده كله مش كله غلط وكله صح، يعني في ده جزء منه صح وجزء مش صح يعني. لا احنا بنشتغل، بس المفروض نشتغل دايما احسن واكتر، مفيش شك. وما فيش شك الفتره اللي فاتت البنوك في اول شهر ونص او شهرين اتلخمت، كل واحد كان متهم، يعني رؤساء البنوك متهمين. يعني تخيلي بقى لما واحد يبقى متهم وهو عمال يشتغل، ويجي له متهم انه هرب اموال، طبعا دي مش حقيقه خالص على الاطلاق يعني. لو 7 مليار دول ايه؟ لا ده كسب، هي البنوك اساسا ما فيهاش 7 مليار دولار على فكره. يعني كل البنوك ما فيهاش 7 مليار دولار. ما فيهاش 7 مليار دولار؟ لا ما فيش 7 مليار دولار. صافي 7 مليار دولار بره لا. ما فيش. لا جنيه مصري معظم فلوس البنوك. وبعدين ما عندهاش دهب، بيقول لك فتحوا الدهب، البنوك ما عندهاش دهب. وبعدين لو كانوا مع الفروع، مع الناس موجوده في الفروع، ما قالتش ليه المصرفيين اللي عندنا. هو كان انا بسال الفروع عندي يا اولاد انتوا فتحتوا في خزاينكم لاحمد عز، يعني حاجه تضحك يعني كلام. بس طبعا خلاص يعني هو كلامه بيتقال، لكن محدش يقدر يجي وعنده حاجه موثقه ويقول لنا انتوا عملتوا كده. دي تعتبر خيانه اللي عملناها ونتحاكم عليها. وبعدين فالبنوك طبعا ناس حساسه يعني في كل العالم، او لو في اضطرابات سياسيه كبيره او اضطرابات في المجتمع بتكش، لما كمان يبقى في اتهامات بتكش اكتر. فاحنا لكن طبيعي شويه شويه تستعيد نفسها وتبتدي ترجع للعمل يعني. بس لازم طبعا الدوله تساعد المناخ. الجيش مفيش شك قدامنا دعم كبير، واحنا ابتدينا نشتغل. يعني انا بقول احنا في البنك يعني دلوقتي بتتمتعوا بنفس الاستقلاليه في الاداره زي ما كنتوا قبل كده؟ انا اقول لك عن البنك ولا في تدخل من المجلس الاعلى؟ بنشتغل 100% اكتر من الاول. يعني انا بقول احنا لازم ننجح الثوره، واحنا لازم نثبت ان احنا مصر بلد عريقه وعظيمه، ونثبت للخارج ان احنا هنقف على رجلينا، وبعدين ما اديش فرصه للاطماع يعني. طب ليه اما بسال كل اسبوع يقول لي ما حدش فاهم حاجه لسه، ما حدش فاهم حاجه؟ لا انا فاهم شغلي، وشغلي معروف، وساطه ماليه، انا باخد الفلوس من المودعين وبوصلها للمقترض اللي محتاجها. طبعا دلوقتي في مخاطر اعلى، لكن ما احنا لازم نجازف شويه. انا بنك الدوله ليه؟ عشان برضه لما تبقى الظروف اصعب انا موجود واقف زي ده الوضع ده بينطبق برضه على البنوك الخاصه والبنوك الاجنبيه. البنوك الخاصه تخاف، يعني البنوك الاجنبيه تخاف. يعني هتلاقي دلوقتي صعب انها تشتغل خاصه بعد انخفاض التصنيف الائتماني. يعني احنا مثلا عملنا مغامرات، يعني في وقت الحظر وصلنا النقد لكل بنوك مصر كبنك اهلي مع البنك المركزي والقوات المسلحه، وعملنا عمليات انتحاريه، كنا بنحول فلوس في عربيات ملاكي، وعملنا حاجات عشان المواطن يقدر يعني يلاقي الخدمه اللي هو عايزها. وحولنا فلوس بالطيارات القوات المسلحه على مستوى مصر، قالوا ده اتهربت برضه، فطبعا ده كلام فارغ. لكن فالبنوك العامه يعني خدت على خاطرها ريسك كبير وشغاله في الظروف الصعبه دي. هناخد فاصل ونعود مره اخرى لمواصله حوارنا حول الاقتصاد المصري. فاصل ونعود.
الاقتصاد المصري، وسؤال بيدور في اذهان العديد والعديد من المشاهدين. الاموال المهربه الى خارج مصر يا استاذ طارق، واللي دايما بنسمع حوارات كده في التلفزيون ما بنفهمهاش، الفلوس دي هترجع؟ ينفع ترجع؟ الدوله خدت اجراءات صح في طلبها، ولا كان مفروض تتخذ اجراءات اخرى لتتبع هذه الفلوس واستعادتها مره اخرى؟ والله انا طبعا انا ما عنديش خبره يعني في مجال استعاده اموال مهربه يعني لكن اجراءاتها لكن انا اعتقد انا يعني من اللي شايفه انه طبعا هو الموضوع موضوع عمل قانوني يعني بين مصر وبين الدول بره، واللي انا فاهمه مساله بنك دولي يعني على علاقه بيه، قلت لهم يعني ازاي نجي يعني قالوا لازم الاول يبقى في امر قضائي من هنا، حكم نهائي ولازم الاثنين نثبت ان الاموال دي تخص مصر. يعني فانا اعتقد ان ممكن نعمل كده. لكن اعتقد انها هتاخد وقت. مش بتهيألي ان فلوس رهيبه قوي كتير اللي هترجع. مش في المبالغات اللي بنتكلم فيها. ما اعتقدش ان الارقام اللي اتقالت دي مظبوطه، يعني بالارقام الاقتصاديه وامكانيات بلدنا على مدى 30 سنه يعني ما بالتالي مبالغ فيها. ولكن انا اعتقد احنا نركز ان احنا نجيب فلوس بنفسنا نشتغل يعني وبعدين لما تيجي الفلوس دي تبقى اهلا وسهلا، تيجي بقى يتحسن لنا الصحه ويصرفوها يعني عايزه اسال حضرتك عن بعض من الملف اللي هو الملف بتاع المتعسرين. حضرتك ليك تصريح اخير قايل فيه انك بتدرس انك انت اي متعسر لا يخضع للسجن فيما بعد، او يعفى من السجن، او يتخذ معه اجراءات اخرى غير السجن. ده من ساعه ما البنك المركزي في ديسمبر 2003 بدا وقف الموضوع سجن المتعسرين، حتى لو ما كانش فيه سداد. ما فيش حد في الدنيا يسجن رجل الاعمال. طيب لا الا بقى لو هو راجل يعني سارق او يعني اهدر الاموال بطريقه غلط. يعني لو في مستثمر عمل مشروع ما نفعش والبنك خسر فلوس معاه، خلاص ما راحش السجن. والا احنا كده بنقول للناس ما تعملوش مشروعات، ما تجربوش تاني. مؤخرا كان في يعني نوع من انواع الخلاف او نوع من انواع يعني ردود الافعال الغير طيبه حول تسويه بعض المتعسرين او كبار المتعسرين، ان في تعنت من قبل